فيها الطوفان، واللي أغلب العلماء بيقولوا إنه حصل في سنة 5000 قبل الميلاد تقريبا. وبعد ما سيدنا نوح والمؤمنين اللي معاه نزلوا من السفينة واستقروا نواحي العراق أو تركيا، وأخذ سيدنا سام أولاده ال5 وهاجر ناحية الغرب، واستقر في الوديان الخصبة الموجودة في شمال شبه الجزيرة العربية، واللي اتعرفت بعد كده باسمه فبقت بلاد السام، أو بالنطق السرياني بلاد الشام، وهو أول واحد سكن المنطقة دي. وبعدها هاجر تاني للجنوب في شبه الجزيرة العربية. وطبعا هتقولي يعني سيدنا سام ساب الشام وجناينها وأنهارها وراح الصحراء القاحلة، لكني هرد وأقولك يا صديقي شبه الجزيرة ولا كانت صحراء ولا كانت قاحلة، بالعكس ده كانت جنة على الأرض، وهنعرف الموضوع ده بعدين. المهم انه في الاخر استقر في اليمن، وبنى اول مدينة اتبنت بعد الطوفان، وهي مدينة سام او مدينة صنعاء. وطبعا هتقولي هو كل مكان هيقعد فيه سيدنا سام هيتسمى باسمه؟ فهقولك يا صديقي ما الارض وقتها كانت فاضية، فالمكان اللي كان بيسكنه اي مجموعة من الناس او قبيلة